السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناتكم عالم هجر. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. عيدكم مبارك سعيد، يدخل عليكم إن شاء الله بالصحة والسلامة وباش كتمنوا يا ربي. اليوم فيديو جديد غنحضر معكم كيكة سهلة وأيضا اقتصادية وبنكهات مختلفة كتجي أكثر من رائعة. بالنسبة للمبتدئات غنعطيكم جميع النصائح المتعلقة بالكيك باش الكيكة ديالكم تنجح معاكم، كتجي خفيفة ولذيذة. زينوا بها المائدة ديال الفطور ديال العيد ديالكم، اللي كيف قلت لكم في الاول الله يدخل علينا كاملين ان شاء الله بالصحة والسلامة والرزق الوفير، واهم حاجة هي الصحة. فشوفوا كيفاش كتجي خفيفة وكتجي رائعة ولذيذة. فكنتمنى انكم تتابعوا الفيديو حتى الاخير باش ما تغطيو حتى شي لقطة، لانه فعلا في اي لحظة غادي نعطيكم النصائح كيف قلت لكم، نصائح اللي متعلقة بالكيك، كيفاش نجح معكم الكيكة ديالكم ما تفش ليكم في الفران، كتجي طالعة وهشيشة وخفيفة. فشوفوا كيفاش كتجي بنينة صراحة. اللي ذاقها غادي تعجبو، لان هاد النكهات اللي غادي ندير فيها كيعطيوها واحد اللذة اللي رائعة، وايضا كتجي خفيفة وهشيشة. فتابعوا الفيديو الاخير، ما تنسونيش من تشجيعاتكم بترك اعجاب الفيديو، ايضا تعليقاتكم. والناس الجداد مرحبا بكم في القناة، ما تنساوش تنضموا للقناة إلى عجبكم المحتوى وتضغطوا على زر الإعجاب، وأيضا ضغطوا على زر الاشتراك الزر الأحمر وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. فبلا ما نطول عليكم ندوزو مباشرة للطريقة والمقادير على بركة الله. بالنسبة للمقادير عندي كاس ديال ياغورت بنكهة الفاني، عندي قشور ديال الليمونة، 4 ديال البيضات، 2 ديال الخمارات خميرة ديال الفاني، وايضا شويه ديال الملحه، شويه ديال الخل، كاس ديال الليمون، كاس ديال الزيت، كاس ونص ديال السكر. بالنسبه للطريقه فهي سهله، غير هي غتكون مختلفه شويه على الطريقه الكلاسيكيه. خديت هنايا بول اللي درت فيه كاس ونص ديال السنيده، زدت عليه القشور ديال الليمون. هنا ما غاديش نديرو الطريقه المعتاده اللي كنطربوا البيض مع السنيده. كيف قلت لكم خديت السنيده مع هذاك القشور ديال الليمون، غادي نحكهم هكا مزيان مع بعضياتهم. هاد الطريقه كتخرج النكهه ديال الليمون وكتجي الكيكه منسمه بواحد الطريقه اللي خياليه الصراحه، غير جربوا الطريقه فكتجي عمليه وكتجي بنينه الكيكه ديالكم. كنحكو هذيك السنيده مزيان مع هذاك الليمون القشور ديالو حتى كيتغير اللون شويه، كيميل شويه يعني الصفوره، ما كيوليش صفر ولكن غير شويه حتى كيطلق هذيك النكهه. عاد غادي نزيد البيض. بالنسبه للبيض كيف شفتوا معايا كنزيد بيضه ببيضه باش ما كيفسدش لنا الخليط ديالنا. تقدر تكون شي بيضه اللي هي خاسره، كتعرفوا الصهد دابا وهاد الحراره، فضروري كتضيفوا بيضه ببيضه. وكيف قلت لكم غير جربوا هاد الطريقه، حكوا السنيده مزيان مع هذيك القشور ديال الليمون. حتى الا كنتو غادي ديروها بالنكهه ديال الحامض فكديروا نفس الطريقه، كتاخذوا القشور ديال الحامض وحتى هما كتحكوهم في الاول مع السنيده. فهاد الطريقه ديروها يعني في جميع انواع الكيكه اللي كتنسموها سواء بالحامض سواء بالليمون. من بعد كنحركوا الخليط ديالنا، فضفت حتى هذاك الكيس ديال الفاني ورشه ديال الملحه وغادي نحرك الخليط. بالنسبه للكيك ضروري ان كل مكون كنضيفوه كنطربوه مزيان. فين ما تضيفوا شي مكون طربوه مزيان، خصوصا السنيده والبيض كنطربوهم مزيان، وهذا هو السر في نجاح الكيكه ديالكم. كطربوها حتى كيتغير اللون ديال البيض وكيتغير اللون ديال الخليط كامل كيميل للبياض. عاد كنضيفوا المكونات الاخرى، ما كنضيفوهمش بدقه واحده، كنضيفوه بمكون بمكون. فهادو غير نصائح اللي هما بساط كنعطيهم بالنسبه للمبتدئات. فعافاكم تبارك الله حادقات وما نخافش عليكم، ولكن هاد النصائح كاينين بعض الفتيات كيكونوا مبتدئات ما عارفينش ما كيصدقش معاهم الكيك، فغير هاد لي زاسيوس الصغار هادو فكيلعبوا دور في نجاح الكيكه ديالكم. فكنطربوها مزيان، من بعد كنضيفو الزيت، كاس ديال الزيت العبار بالكاس ديال العنبه، وكنحركوه جيدا. كيف قلت لكم كل مكون كنحركوه مزيان. من بعد غادي نضيف ياغورت بنكهه الفاني. بطبيعه الحال كتضيفوا النكهه اللي بغيتو، فانا بقيت هنا في الليمون مع الفاني باش كيجيني النكهات كيجيو متوازنين. فكنحركو مزيان الليمون ديالنا.
وغنبقاو في نفس النصيحة، هي أنه فين ما كنضيفو شي مكون كنحركو مزيان. غتقولوا لي كثرتي عندنا الهضرة، ولكن غير باش تجيكم كيكة ناجحة اللي تزينوا بها المائدة ديالكم ان شاء الله في صباح العيد. كتجي زوينه هاد الكيكه وكتجي هشيشه. من بعد غادي نضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق فهنا ضفت كبدايه 2 الكيسان ديال الدقيق اللي من طبيعه الحال كنغربلوهم. ضروري واخا يكون مغربل كنعاودو نغربلوه باش كنحيدو هادوك التكتلات ما كيكورش لينا. وغادي نحرك. بالنسبه ليا هنا استعملت الخلاط يعني الكهربائي، تقدروا تستعملوا غير الخلاط اليدوي راه غادي يعطيكم نفس النتيجه، او الخلاط الكهربائي. كنضيفوا الدقيق على دفعات وكنخلطوه مزيان. فبالنسبه للكميه ديال الدقيق غادي نقول لكم بالضبط شحال هزات معايا، وايضا غنوريكم حتى الطريقه بانكم وصلتوا يعني القوام المطلوب. ما تدوش عليا راه كنبدا نتفتل بعض المرات في الهضره. المهم غادي نعطيكم الطريقه باش غتعرفوا ان القوام ديال الكيكه راه هو هذاك. يعني صافي تحبسوا الدقيق، تحبسوا الاضافه ديال الدقيق. فهنايا ضفت الكاس الثالث وكنحركوا بطبيعه الحال كل كميه. غادي نضيف حتى الخميره ديال الحلويات 2 ديال الساشيات ديال الخميره. فهنا راني رولت الدنيا، تشتت لي انايا الدقيق. ضروري ملي تكونوا كتخدموا بحال هذا الخلاط الكهربائي حاولوا ما تجيوش تضربوا من الاول حتى كتجمعوا الدقيق ديالكم هكا بحال كتخلطوا بالطراب اليدوي. عاد كتبداو تخدموا الطراب ديالكم باش ما يوقعش لكم هذه الكارثه اللي وقعت ليا. المهم ضروري ما كيوقعوا لنا شي حوايج حنا كنكونوا كنطيبوا، ولكن هادو الكواليس. غادي نحرك الدقيق ديالي مزيان مزيان حتى يعني ما يبقاوش فيه هذوك الكويرات على هذا الشكل هذا. وغادي نضيف كيف قلت لكم 2 ديال الخمارات ديال الحلوى. فغير 2 ديال الخمارات راه كتجي طالعه وكتجي هشيشه، حيت كاين اللي غايقول لك انت درتي 4 ديال البيضات ودرتي غير 2 ديال الخمارات. لا ثقوا بيا، هاد الكميه وهاد المقادير كتجي صراحه رائعه. هنا الكاس الرابع خديت النص ديالو تقريبا، درت 3 ديال الكيسان ديال العنبه وزدت عليهم نص كاس ديال العنبه وغادي نخلط ونشوف. هانتوما كيف كتشوفوا معايا كتكتبوا رقم 8 وما كيختفيش ليكم، كيبقى واحد 6 ديال الثواني او 8 ديال الثواني كتعرفوا بلي الخليط ديالكم راه القوام ديالو هو هذاك. فهاد الكميه استعملت 3 د الكيسان ونص وزدت 2 ديال المعالق. وبطبيعه الحال كتبقى على حسب نوعيه ديال الدقيق واش كيتشرب او ما كيتشربش، وعلى حسب حتى الحجم ديال البيض. يعني هادشي كيبقى راجع ليكم. فقط غنعطيكم الفكره اللي قلت لكم كتكتبوا هكذا رقم 8 كيبقى باين على الوجه ديال الكيكه لمده ديال 6 او 10 ديال الثواني. فهكا كتعرفوا بلي الكيكه ديالكم صافي ما تبقاوش تزيدوا ليها الدقيق. وزدت معلقه ديال الخل. ضروري تزيدوا هاد المعلقه، ضروري تزيدوها لان هي اللي كتعطيكم الهشاشه للكيكه ديالكم والخفه الكيكه ديالكم. فالخل كيتعتبر من محسنات ديال العجائن وديال الكيك، فضروري تبقاو تضيفوا هكا المعجنات ديالكم فكيعطيكم واحد القوام اللي رائع. من بعد خديت هاد القالب هذا اللي صراحه يعني قالب اللي هو رائع صراحه قديم ولكن الفعاليه ديالو رائعه كيجي زوين في الكيكه. فهنا درت ليه انايا غير احتياط، كندير ضروري هذا الورق ديال الطبخ دهنته بالزبده وايضا سقت ليه هذا الورق ديال الطبخ وعاودت دهنته ورشيت ليه شويه ديال الدقيق. من بعد كندخلها الفران اللي ساخن مسبقا. غادي نديرها نشعل عليها غير من التحت
وكنسدو عليها ضروري. والسر الثالث هو أننا ما نحلوش عليها حتى كدوز 30 دقيقة بالضبط. فهاد الطريقة أنا منين كنت صغيرة وأنا عاقلة عليها. الأم ديالي ما عمرنا كنحلو على الكيكة في هذيك 30 دقيقة الأولى، كنخليوها كطلع على خاطرها، من بعد حتى كطيب. هنا كنخليها 45 دقيقة، يعني دازت 30 دقيقة وكنزيدو 15 دقيقة أخرى. يعني إلا بغيتو تحلو عليها في هذيك نص ساعة تقدروا تحلو منين كدوز، غير هو ما تحلوش عليها في الأول. كدوز نص ساعة حتى 15 دقيقة حتى بانت ليا يعني صافي كطيب من الداخل وكتقاد. عاد كنشعل عليها من الفوق حتى كتحمر. هنايا حيدتها من المول ودرتها فوق الشبيكة. خديت جانبا التزيين كيبقى اختياري بطبيعة الحال. خديت الشكلاط ذوبتو وكنحركو هكا، كنخفو بالحليب اللي دافي. كنسخنو الحليب كندفيوه بيه ما ديوش عليا. كنسخنو الحليب وكنخفوه به باش كنحصلوا على صلصه ديال الشكلاط اللي غادي نزين بها الكيكه ديالي. فصراحه هاد الكيكه مع الشكلاط لان دايرين فيها النكهه ديال الليمون وتزيين بالشكلاط كيعطيها واحد البنه اللي صراحه زوينه. بغيتكم تجربوها وتذوقوها كاملين، فكنتمنى انكم تجربوها. غير جربوا هاد الكيكه هادي بالنكهه ديال الليمون والشكلاط كتجي خطيره. من بعد كنزينها بالشكلاط بهذه الطريقه هادي. كنكبو عليها وكنخليو هادوك الدميعات كيهبطوا في الجوانب، كيجي صراحه منظر اللي زوين. فغادي نزين الكيكه وكنتمنى انكم تجربوها وما تنسونيش من تعليقاتكم. وايضا ما تنسوش تهبطوا وتخليو لينا واحد الاعجاب الفيديو، هكذا كتزيدوا تشجعوني. وكنقول لكم اسمحوا لي كنغبر عليكم وكنتعطل في الوصفات، ولكن راه الخبر في راسكم للظروف الصحيه والحمد لله. ولكن كنحاول جاهده قدر المستطاع، الا قدرت ندير شي وصفه راني كنديرها ونتقاسمها معكم. فهنا من بعد ما زينت الكيكه ديالي بالشكلاط بهذه الطريقه، من بعد خديت شويه ديال الشكلاط كحل اللي حكيتو كنزين به هكذا من الفوق. كيف قلت لكم تقدروا تزينوها باي حاجه عندكم، باي حاجه متوفره عندكم، فالاذواق كتختلف. وايضا حتى كنمشيو على داكشي اللي عندنا في الدار وداكشي اللي متوفر في الدار. فما غنكلفوش على راسنا، اللي عندكم في الدار كتزينوا به فكتجي اكثر من رائعه وكتجي بنينه. فكنحك هكا شويه ديال الشكلاط كنزوق به من الفوق، وغادي نزيد عليه حتى شويه ديال الكوك حتى هو كنرشوه من الفوق لانه كيعطي واحد النكهه رائعه. فالشكلاط مع الكوك مع الليمون كيكونوا نكهات متناسقين، كيجيو اكثر من رائعين، كيجيو خطيرين. جربوا هاد النكهات بثلاثه وغادي تشكروني لانه فعلا كيجيو بنان، كيعطيو واحد البنه رائعه. وكيف قلت لكم كيتناسقوا مع بعضياتهم وكيجيو لذاذ. فكنتمنى ان هاد الكيكه تعجبكم لأنها فعلا رائعه وكتستحق التجربه. كنتمنى انكم تجربوها وكنتمنى انكم تشجعوني في التعليقات. ما تنسوش اعجاب بالفيديو. فغادي نوريكم كيفاش كتجي من الداخل، كتجي اكثر من رائعه، كتجي هشيشه، كتجي خفيفه، كيكه يعني المبتدئات. واي وحده غادي تصايبها غتنجح معاها من المره الاولى لانني متاكده. الا تبعتوا النصائح اللي عطيتكم في الاول وفي الفيديو فغاديه تنجح معكم. كتجي بنينه، زينوا بها المائده ديال الفطور ديال العيد. وعيدكم مبارك سعيد مره اخرى. كنتمنى انه يدخل لكم ان شاء الله بصحه والسلامه. ما تنسونيش من دعواتكم، من تشجيعاتكم، وايضا من تعليقاتكم. فشكرا لكم على المشاهده. كنشكركم بزاف حيت بقيتوا معايا حتى الاخير في الفيديو. فشكرا لكم وعيدكم مبارك سعيد مره اخرى. وتهلاو ليا فراسكم. تلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي.